هنا سؤال في تويتر يقول: حكم من يعاني من ضيق التنفس وأحيانا يضطر إلى الصراخ في صلاته بالتنفس مع رفع يديه، هل تبطل صلاته ويكون الصراخ فيه إظهار لتألمه؟ يا إخواني، كل شيء يأتي بالاضطرار لا عقوبة فيه، إنما يعاقب الإنسان بالأشياء التي يأتيها باختيار. أما الاضطرار رب العالمين ما في أرحم منه. نعم. بارك الله فيكم. أبو عبد الله يقول أن هناك إماما زاد ركعة خامسة في صلاة رباعية، وبعد الصلاة ذهب الإمام وبقي جماعة من المسجد يتناقشون هل زاد أم لم يزد، وتيقنوا في الأخير أن الإمام قد زاد خامسة ثم سجدوا للسهو، فما حكم فعلهم؟ هذا طيب، جزاهم الله خير، لأن سجود السهو ما يبطل إلا بنقض الوضوء. إذا نقض الوضوء أو أتى وقت الثانية، يعني أخطأ في المغرب ثم جاء وقت العشاء وصلى العشاء، خلاص مكان سجود السهو انتهى. نعم. طيب يا شيخ، لو نبه الإمام فيما بعد ماذا يصنع؟ خلاص يا شيخ، مثل ما قلنا، مثل لو انتهى الوضوء. نعم. مثل لو جاء ودخل وقت الثانية وصلى، خلاص يسقط سجود السهو. نعم.